السلام عليكم. متاكد انكم تكونوا بخير. اليوم بغيت نهضر في واحد الموضوع اللي كاع المغاربه انهم كيتشكاو منه. هو انه كاين بعض الناس اللي كيقوموا بالتزوير وتغيير ارقام لوحات ديال السياره. بمعنى اخر، خصوصا ان الحكومه المغربيه حاليا قامت بتثبيت مجموعه من الرادارات الجديده الثابته، وهذه الرادارات كما كنقول راه رادارات مصوره. يمكن كتشدك انت والماتريكول ديالك وكتشد الصوره ديالك وكتعطيك البلاصه فين كنتي. مثلا شداتك مثلا نقولوا في طريق ديال مثلا في الرباط في شي حي تما، نقولوا مثلا حي اكدال، ملي كتجيك البريه للدار كيقولوك بلي انك راه شداتك في حي اكدال مع الساعه الفلانيه. هنايا كاين داك بعض الناس شنو كيديروا باش انهم كيمشي حر الا كان بغى يسافر ولا كان بغى يمشي شي بلاصه، باش انه كيمشي بالسرعه وباش انه يتفادى الرادارات ما يشدوه. شنو كيدير؟ كيزور الارقام. الا كانت مثلا 9 كيشدها كيردها 8، وباش اما بالسكوتش، غير بالسكوتش. الا كان الرقم ارقام ديال الطوموبيله بالبيض كيدير سكوتش بيض، الا كانوا الارقام كحل كيدير سكوتش كحل، بلا ما يحاول انه كاع يسبق. بعض المرات الا كانت الخمسه كيردها 6، وانه كيمشي مرتاح مع راساتو. وكيكون واحد اخر جالس في الدار، كتجي البريه فيها مخالفه، كيلقى مثلا مخالفه ديال 300 درهم، مخالفه مثلا ديال 1000 درهم، وكتجي في ذاك النهار كيقول انا واش ذاك النهار واش انا كنت في ديك البلاصه. كيسول راسو انا ما كنتش، انا الطوموبيله ديالي كانت خاسره، ولا انايا مثلا كنت خدام ذاك النهار. وكاين الناس اللي ما كيكونوش عارفين مساك القانون، شنو كيدير؟ كيمشي كيخلصها واخا هو ما كانش في ديك البلاصه. اذا الا جات شي واحد شي مخالفه، شنو خصو اول حاجه يديرها؟ هو انه غادي يمشي يقدم شكايه، يدير الديكلاراسيون ويعطي الادله الشرطه القضائيه باللي انه ها فين كان ذاك النهار، ها فين كان. وبالتالي انه كيتعفى وكتم ديك المخالفه صافي كتعفى، وكيدير الديكلاراسيون بمجهول بشخص مجهول، والشرطه كتولي كدير الخدمه ديالها. والمرحله الثانيه عاوتاني بالنسبه لي بونك، شحال من واحد مثلا كطيح له لاكارت ناسيونال كينساها. اول حاجه طاحت لاكارت ناسيونال ديالك كتمشي دير الديكلاراسيون، حيت شحال من واحد كيلقى لاكارت ناسيونال ديال واحد الانسان يمشي يهز بها كريدي ديال شي مليون، ديال 15 مليون، وهذا كيكون كاس في الدار. كتجي عاوتاني بريه كيقولوا السي فلان راه عندك كريدي ديال 15 مليون خصك تخلصو، وكيبقى يفكر واش انايا عمري درت شي كريدي. والناس ما كتكونش عارفه. كما قلت لكم، اي واحد طاحت له لاكارت يمشي يديكلاري، ولا شي واحد جاتو شي مخالفه ديال السير وانه ما دارهاش يمشي يديكلاري عن الشرطه. وبالتالي كنطلبوا وكنناشدوا حتى الشرطه المغربيه انها تحاول تسبق الذكاء الاجرامي. بمعنى اخر، مثلا هذا المشكل ديال التزوير وتغيير ديال ارقام السيارات، انها تحاول دير شي ارقام الكترونيه، شي ارقام اللي ما يصلحش انها يتزوروا، ان تحاول تسبق ديما الذكاء الاجرامي ذاك المجرم بالطريقه باش كيفكر هي تكون استباقيه له، وباش اننا نتفاداو كاع هاد المشاكل. اذا شنو كيبان لكم في هذه الظاهره؟ وشكرا لكم.